السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم قناة يوميات أم رودي. بص النهارده بقى معانا فيديو جديد. النهارده هنعمل التوابل اللي مفيش حد يستغنى عنها في شهر رمضان ومن غير رمضان برضه. يلا كل سنة وانتم طيبين. معانا بقى نعمل 7 بهارات توابل جميلة جدا وبنستخدمها في حاجات كتير. معانا هنا كبابة صيني وقرنفل وفلفل اسود وحبهان وجوز الطيب، وده كله حصى وناعم بقى قرفة وجنزبيل. ال7 حاجات اللي قدامكم دول تمام كده. اول حاجة كده الحاجات الناعمة دي القرفة والجنزبيل نركنهم على جنب، ونجيب طاسة كده بقى تكون بتحط على النار عشان نحمصهم قبل طبعا ايه ما نطحنهم. اول حاجة عندنا هنا الفلفل الاسود تمام، وده حبهان. بص انا عامله كميه عشان انا ايه بتخلص عندي على طول، يعني حبايبي كده ودي لحماتي ودي لامي يعني كده بس. وكباب الصيني تمام. وعندي هنا جوزة الطيب. جوزة الطيب طبعا ايه هكسرها كده، هحطها في كيس كده واكسرها عشان خاطر ايه لما اجي اطحنها، عشان كل ده يتحمص على النار كده حاجه بسيطه، وبعد كده نطحنها على طول في المطحنه. عايزه اقول لكم بتبقى ريحه التوابل جميله، يعني انت لما تجيبي زي كده ان شاء الله حتى تجيبي ب10 جنيه من كل حاجه تمام. لو جبتي ب10 جنيه من كل حاجه من الحاجات دي وعملتيها هتعمل معاكي كميه كتير وكميه حلوه، واسمك جايبه الحاجه نظيفه وبايدك تعمليها احسن ما تجيبيها جاهزه. يعني انت لو رحتي جبتي ب10 جنيه ولا ب20 جنيه حبه صغيرين ما بيكملوش معاكي حاجه، حبه صغننين كده والله قد ما بيكملوش اي حاجه. فعلى ايه لا احنا نجيب احنا ال7 بهارات دول ونعملهم احنا، ما بتاخدش معانا وقت خالص وتبقى عندك الحاجه بايدك. على فكره اما بتجيبي التوابل صحيحه زي كده وتعمليها بتبقى احسن، والله العظيم احسن ما تجيبيها ناعمه بتبقى مش نظيفه، انتش عارفك محمصها بتكون بيطحنوها وخلاص كده مش بتبقى نظيفه. لكن ما تعملي حاجه بايدك احسن وبتبقى انضف وبتبقى ريحتها جميله جدا. بص بقى هنا بعد ما كسرت جوز الطيب احط كله اقلب كله مع بعضه كده بقى ونوديه بقى على البوتاجاز. بس كده نولع بقى البوتاجاز. بصوا على نار هاديه كده خالص، خلي بالك وايدك فيها على طول عشان ما تتحرقش منك ماشي. انا هنا اول بعد ما ولا حطيتها زي كده رحت مهديه النار خالص. بصوا اوريكم ان انا ههدي النار خالص خالص. انا هديتها كمان اكتر من كده، وايدك فيها على طول بتقلبي بقى ايدك فيها على طول عشان دي ما بتاخدش وقت على البوتاجاز. اول ما تحطي ايدك كده عليها وتحسي ان هي خلاص سخنت وريحتها ابتدت تطلع اقفلي عليها على طول عشان ما تتحرقش وتمرر معاكي. خلي بالك من التكايه دي، يا دوب تسخن تحطي ايدك كده عليها، ايدك ما تستحملش ان هي السخونيه بتاعتها شيليها على طول من على النار. يلا كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير يا رب. بصوا انا بحط ايدي عليها بجسها بايدي كده لقيتها لسه ما سخنتش وايدي فيها ما سبتهاش ومشيت. يعني ما تسيبيش الطاسه على النار وتجري تضربي العيال وتيجي لا خليكي قدامها. اهلا بكل حبايبي اللي اشتركوا عندي في القناه، نورتوني وشرفتوني وادعوا لي كده ربنا يديني الصحه يا رب واكمل كده الفيديوهات عشان والله العظيم ربنا يسترها. يلا الايام دي الحمد لله الحمد لله على كل شيء. بس كده بقى هقعد اقلب فيها لحد ما الاقيها سخنت معايا. بصوا هنا حطيت ايدي لقيتها ايه خلاص بقى خلاص يعني 5 كده وهقفل عليها. بصوا النار هاديه ازاي. بس كده نطفي بقى عليها ويلا بقى ايه سيبها تبرد شويه حاجه بسيطه وبعد كده نعملها عندنا بقى ايه في المطحنه. هنا انا كنت سبتها بردت حاجه بسيطه كده. ناخد بقى حبه حبه كده نعملهم في المطحنه. بصوا ما خدتش معانا وقت خالص وانت واقفه كده بعد ما تعملي الغدا قبل ما تعملي الغدا وانت واقفه كده شوفي ايه التوابل اللي عندك اللي ناقصه واعمليها وجهزيها. عارفه كمان ممكن تضيفوا ليها كمان في ناس بتضيف لها كزبره ناشفه، بس انا في مره على فكره ضفت لها كزبره ناشفه بس للاسف ما كانش عندي وانا كنت بصور الفيديو ده متاخر والولاد كانوا نايمين، فلو كان لسه بدري كنت بعتهم كنت بعت حد من ولادي جاب لي كزبره ناشفه. قلت يلا بقى مش اشكال.
ابقى اجيب كزبره ناشفه في اي وقت تاني واطحنها، وممكن ابقى اضيفها على شويه كده اخليهم بكزبره وشويه من غيرها، بس هي الصراحه بتبقى جميله يعني. بس هنا بقى كل ما تفرمي حبه ايه لازم تعمليهم كده تصفيهم، عشان بتبقى فيها زي الشوائب كده. بس مش عايزه اقولك على ريحتها جميله وهي على النار كده اهو، بتحمصيها التوابل بتبقى ريحتها جميله جميله. وكمان وانتي بتعمليها كده اهو لازم بصي، لازم الحركه دي، لازم تنزلي كل ده، ابصوا تنخليها كده. طبق بقى كده، واللي يطلع معاكي الخشن اللي زي كده لازم تسيبيه تركنيه على جنب، يعني لازم تصفيها، ما ينفعش اللي تطحني وتروحي حطاها، لا لازم تصفيها زي كده. انا هنا بحط حبه حبه عشان ايه اصفيها حلو بس. بس هنا بقى ببتدي ايه اخد بقى شويه تاني واعملها. بس طبعا انا كنت سبتها بردت شويه يا جماعه، ماشي يعني ما عملتهاش وهي سخنه، لا سبتها بردت شويه. حبه حبه كده بقى، وما تكتريش في المطحنه عشان تطحنهم حلو وتعمل معاكي بسرعه. بس انا هنا بقى كنت فاصله الصوت عشان خاطر ايه صوت الكبه وكده بقى، كبه ايه معلش صوت المطحنه بيبقى الصوت طبعا جامد لما بتيجي تطحني وكده، فانا ايه فصلت الصوت طبعا. هخلص كله بقى كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ولو اني حسيت ان هو طول معاكم معلش، بس انا حبيت اوريكم يعني. كله بقى كله هطحنه وارجع ايه هصفيه كده اهو، وبعدين ارجع اعمله تاني. بس هنا بقى كنت عملت كله بقى نفس الطريقه اللي قلتلكوا عليها، طحنت كله وبعد اللي اطحنه ارجع ايه اصفيه. تمام. بس كده هنا كنت خلصت الكميه كلها، هنحط عليها الجنزبيل بقى البودر والقرفه، جنزبيل ناعم وبودره ناعمه. تمام، اللي احنا ركناهم في اول الفيديو. بصوا اللي في الطبق دول بقول انا وريتهم لكم، اللي ايه الخشن اللي هو طلع منه كله هنركنه على جنب بقى خالص، مش هنحطه طبعا. بس نرجع نقلب كله بقى كويس جدا عشان المكونات تدخل كلها مع بعض حلو. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل معانا كميه قد ايه. عايزه اقول لكم ريحتها جميله 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 والله العظيم. قعدت تاني يوم كل ما اخش المطبخ شم ريحه البهارات، كل ما ادخل المطبخ اشم ريحه البهارات في المطبخ. عملت معانا كميه كتير وتقعد معاكي فتره. هتحطي في البرطمان في المطبخ اللي هو احتياجاتك انت بقى، ماشي، اللي انت هتستخدميه يعني، والباقي حطيه في كيس وشيليه في التلاجة، ما تسيبوش بره في المطبخ. بس كده. على فكرة اي نوع توابل يا جماعة تحطي على قد البرطمان اللي بتستخدميه في المطبخ، واي توابل عندك حطيه في كيس وشيلها في التلاجة عشان ما تقعدش وتبوظ معاكي ولا تعمل صوص ولا اي حاجة.
بصوا هنا انا عماله اقلب فيها كويس عشان ايه كله يدخل مع بعضه كده، المكونات تدخل مع بعضيها، القرفه والجنزبيل تدخل كلها مع المكونات حلو. بصوا بصوا كل ما اقلب الاقي حته لسه فيها شويه ارجع اقلب تاني. بس كده بصوا هنا قربت لكم بقى، بصوا جميله جدا. انا بحب فيها القرفه والجنزبيل كتير يعني. زي ما قلت لكم ممكن تجيبي من كل حاجه ب10 جنيه، يعني لو جبتي ب10 جنيه من كل حاجه من السبع بهارات دول وعملتيهم هتبقى جميله جدا معاكي. بصوا يلا هاتوهم بقى واعملوها قبل شهر رمضان. ممكن كمان في ناس بتعمل الدقه دي ملح وشطه وكمون وفلفل اسود بتحطيها على اي حاجه، في ناس بتعملها كده برضو وحبه كمون. التوابل اللي انت بتحبيها اعمليها، حابه تضيفي ليها كزبره ناشفه ضيفيها، مش حابه خلاص. بس هنا همنع برطمان بقى كبير كده وهحطه في المطبخ عشان ده الايه الاستعمال وكده، والباقي هشيله في كيس واحطه في التلاجة. بصوا معنى برطمان قد ايه، بسم الله ما شاء الله. بصوا برطمان كبير يعني مش صغير، والباقي بقى هحطه في كيس زي ما وريتكم كده وهحطه في التلاجة. انا لو كان عندي برطمان تاني كنت حطيته فيه والله، لكن ما فيش بقى، فقلت مش اشكال احطه في كيس عبال ما اجيب برطمان تاني زي اللي عندي ده واحطه في التلاجة. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير يا رب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلكوا اشعار بيه، ولايك بقى عشان انتوا بتنسوا اللايك خالص، لايك ومشاركة للفيديو. بس كده بصوا بقى معانا كمية قد ايه، بسم الله ما شاء الله. نشيله بقى كده ونحطه ايه في التلاجة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير يا رب.